بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن المكرونة، مكرونة ال10 دقايق، ولا هي مسلوقة ولا هي متحمرة، وكمان هنعملها بدون لحوم خالص، بس مش قادرة اقولك على الطعم والريحة في منتهى الجمال. اول حاجة بجيب طاسة بحطها على النار، بنزل بمعلقة من الزيت وبنزل بقطعة من الزبدة. بعد كده بنزل بنص كيلو من المكرونة، والمكرونة على حسب الرغبة. كمان هنزل ببصلايه متوسطه مفرومه ناعم، وهنزل هنا بقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، برضك حابه تكتري او تزودي على حسب راحتك. هنزل كمان بربع كيلو من الطماطم، وانا مقطعاه هنا تقطيعه صغيره جدا وشايله من القشر من على الطماطم. حابه برضك تكتري او تزودي، بس هو كان ربع كيلو الطماطم حلو قوي مع نص كيلو من المكرونه. وبضيف هنا معلقتين كبار من صلصه الطماطم، سواء الجاهزه او سواء صلصه الطماطم لو انت عاملاها وعيناها عندك في قلب البيت. هنزل كمان بمكعبين من مرقه الدجاج، ودي بتزود لك الطعم وبتدي طعم حلو قوي للاكله بتاعتنا. من الفلفل الاسود المطحون تقريبا كده ربع معلقه من الفلفل الاسود، وهدي كمان رشه من الملح، بس تراعي ان انا ضايفين هنا مكعبين مرقه، يعني هنا هترشي رشه الملح كده رشه بسيطه وتبقي تدوقي وتشوفي الدنيا فيها ايه. بعد كده هحط كده قطعه من الزبده كمان من فوق. بعد كده بيكون عندي بقى ميه مغليه، وهبتدي انزل بيها كده على طول الميه المغليه على كل المكونات، وطبعا الحله بتاعتنا محطوطه على النار. هنا بزود الميه المغليه فوق مستوى المكرونه تقريبا بعقلتين صباع او 3 عقل صباع. خلاص هتزودي وما تخافيش خالص، قلبي بقى كده تقليبه كويسه كل المكونات، انا عايزه كلهم كده يتجانسوا مع بعض. طبعا احنا حطيناهم كله كده ني في ني، قلبيهم تقليبه كويسه وسيبوهم ياخدوا غلوتين على النار على نار عاليه. انا بقى ما رضيتش اغطيها الا ما اوريكم الاول وهي بتغلي ازاي، واديتها كده تقليبه كويسه. بعد كده هبتدي ان انا اغطيها واسيبها تاخد كمان غلوه تاني على النار. بعد كده هبتدي ان انا اهدي النار واسيبها بقى لحد ما تتشرب المكرونه وتبتدي تستوي. المكرونه هنا هي لسه ما استوتش، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم ان هي زي ما انتم شايفين بقى. بصوا شايفين واحده من واحده، بس هي لسه ما استوتش، عايزه سوا كمان. هبتدي ان انا اغطي عليها وهسيبها لحد بقى ما يتم سواها. زي ما انتم شايفين بقى ده كده انا طفيت عليها خلاص كده المكرونه، والمكرونه كده استوت. طبعا انت بتاخدي واحده اول ما تلاقيها كده استوت معاكي خلاص. انا مقدار الميه اللي انا كنت حاطاه كان مظبوط. لو انت حسيتي ان المقدار بتاعك عاوز حبه ميه تقدري ان انت تزودي لها بردك حبه ميه كده بساط لحد ما تحسي ان هي استوت. لكن المقدار اللي انا بقولك عليه ده هو مظبوط جدا، ان انت بتزودي فوق مستوى المكرونه ب3 عقل صباع وبتستوي معاكي وبتبقى زي الفل. صدقيني الطعم بتاعها فيه منتهى الجمال وما بتاخدش معاكي 10 دقايق. دي كانت حلقتنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.